واش عمرك تخيلتي أنه لعبة إلكترونية تقدر تحول لسلاح خطير؟ واش ممكن شاشة صغيرة تدخل لعقل طفلة صغيرة وتبدل طريقة التفكير ديالها حتى تولي ما كتفرقش بين اللعبة والواقع؟ قصة اليوم ماشي خيال، ماشي فيلم رعب، هذه قصة حقيقية وقعت في أندونيسيا. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قضايا ما وراء الحقيقة. في حي هادئ بمدينة ميدان شمال سنطرة في أندونيسيا، كانت كتعيش عائلة بسيطة وعادية، ولكن لي ماشي عادي هي الجريمة اللي وقعت في هاد الدار. الجريمة اللي كان سببها لعبة سميتها روبليكس. العائلة اللي غنهضروا عليها اليوم مكونة من 4 أفراد. الأب اللي ما عندناش عليه معلومات، والأم الاسم ديالها فايزة سوريا، العمر ديالها 42 سنة، وعندهم 2 بنيتات. البنت الكبيرة عمرها 16 سنة والصغيرة عندها 12 سنة، وهي اللي تعرفات باسم آئل، وحتى حنا غادي نبقاو نعيطوا ليها آئل. آئل تعرفات بحبها للألعاب الإلكترونية، نقدروا نقولوا كانت مدمنة عليهم وعلى الأنمي المشهور المحقق كونان، وهذا الأنمي كان عنده دور كبير في هذه الجريمة حتى هو. فايزة كانت ديما كتراقب بنتها آئل، وكانت كتلاحظ إدمانها المستمر على الألعاب الإلكترونية، خصوصا لعبة روبلكس، وبالخصوص واحد الجزء من هذه اللعبة سميتو ميردر ميستري، واللي كتعني جريمة قتل غامضة. هذه اللعبة كتخلي اللاعب يتقمص دور قاتل أو ضحية أو شرطي. التقارير ذكرت أنه آئل كانت مهتمة بزاف بالعالم ديال الجريمة والتحقيق داخل اللعبة. الأم وحسب أقوال آئل كانت ديما كتعنفها، والسبب الرئيسي كما قلنا هو حب آئل للألعاب الإلكترونية، يعني نقدروا أنها بسبب الإدمان ديالها كانت كتعرض للتعنيف. ولكن للأسف فايزة ما كانتش أم عادية، كانت كتغوت وكتهدد، وحتى بعض المرات كانت كتستعمل الصمتة في الضرب، وكانت كتخلي علامات على أجساد بناتها، لأنه الضرب ما بقاوش غير عند آئل لأنها هي كتلعب أو مدمنة، لا، كانت كتضرب حتى بنتها الكبيرة، وشحال من مرة كانت كتهز عليهم الموس وكتهددهم كاملين، وحتى الأب كان كيدخل في هذا التهديد. للأسف فايزة كانت كتفرض السيطرة بالقوة، وهذا الشيء خلق ضغط كبير خصوصا على آئل حتى وصل لدرجة القتل. ونهار الأربعاء 10 ديسمبر عام 2025 مع 5 الصباح، في غالب الأحيان الأم فاقت تصلي الصبح كانت بالضبط في غرفة الجلوس. آئل حتى هي في ديك اللحظة كانت فايقة، خرجت من بيتها ودخلت بهدوء للمطبخ، خدات سكينة اللي كانت الأم كتستعملها في تقطيع الخضر، ومع 25 دقائق بالضبط آئل حيدات حويجاتها وبقات باللباس الداخلي باش ما يتوسخوش بالسائل الأحمر، راكم عارفين شنو هو. وهذا الشيء تعلماته من سلسلة المحقق كونان. أيه، طفلة اللي عندها 12 سنة بدات كتستلهم من هذه السلسلة وخدات هذه الأفكار الشريرة، وتوجهات نحو الأم وهجمات عليها بدون رحمة ولا شفقة. الأم في هذه اللحظة صدمات، تأثير الصدمة كان أقوى من ألم الطعنة، بدات كتغوت وحاولت تدافع على راسها، ولكن آئل كانت وحش في جسد طفلة. آئل بقات مستمرة في الهجوم، والأم مسكينة كتغوت وكانت كتردد عبارة واحدة: عافاك بنتي حبسي. صرخت الأم وصلت لبنتها الكبيرة اللي كانت ناعسة في بيتها، ولكن ما وصلتش لقلب بنتها الصغيرة اللي طعنتها 26 طعنة. البنت الكبيرة ملي سمعت الغوات نزلت تشوف شنو واقع، حتى كتصدم من هول المشهد اللي قدامها. خوتها الصغيرة هازة أداة المطبخ وجالسة فوق الجسد ديال الأم ديالهم، والأم مسكينة غارقة في دمها. البنت وقفت مصدومة لثواني، عقلها حبس، وفي لحظة فاقت من الصدمة ملي سمعت الأم ديالها كتطلب منها تتصل بالإسعاف. البنت في هذيك اللحظة طلعت كتجري عند باباها، فيقاتو وقالت له اشنو واقع. بلا ما نهضروا على ردة الفعل ديال الأب، لأنه ما كاينش شي إنسان طبيعي غيتقبل يشوف هذا المشهد. ما يمكنش واحد كان ناعس ما عليه ما بيت كيفيق على هاد الصدمة. البنت ديالو صفاتها للزوجة ديالو. الأب اتصل بالإسعاف مع 25 دقيقة، وللأسف الإسعاف ما وصل حتى 45 دقيقة، وهنا كانت الأم توفات قبل ما يوصل الطاقم الطبي وقبل ما توصل الشرطة. ومع وصول الشرطة اعتقلوا آئل اللي كانت إنسانة فارغة بدون أحاسيس، ما كانتش مصدومة أو مخلوعة من الكارثة اللي دارت. آئل
طبقات داكشي اللي شافت في اللعبة وخدات أفكار من سلسلة رسوم متحركة. المراقبة والتواصل السليم مع الأطفال عنده دور كبير في سلوك الطفل. داكشي علاش الله يخليكم الإنسان يراقب وليداتو، يشوف شنو كيلعب وفاش كيتفرج. هاد القصة الصادمة بينات لينا كيفاش لعبة صغيرة وضغط نفسي كبير قلبوا حياة أسرة في دقائق فقط. شكرا على المتابعة، ما تنسوش تخليو لي جيم واشتراك ونتلاقاو في قصة جديدة.